حبايبي ومتابعيني، صباح الخير او مساء الخير حسب ما بنشوف الفيديو. يلا نصلي على النبي ونبدأ وصفة جديدة مع بعض عليه الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض النهاردة الشاورما. معايا حوالي نص كيلو من صدور الفراخ متقطعة شرايح، هضيف عليها علبة من الزبادي او كوبايتين زبادي وفلفل وكمون وملح، وطبعا بقى مكعب مرق وبهارات شاورما ولو في بهارات فراخ، ومعايا كده معلقتين 3 من المستردة، ومعايا صوص الباربيكيو. لو مش موجود عندك مش مشكلة. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض بالشكل ده لحد ما تمتزج، وهحطها في حاجة كده واغطيها بستريتش فويل او كيس. وبعد شوية كده عدى وقت كده ساعة، حطيت بقى معلقة صلصة، شوية بابريكا، شوية زيت، قلبتهم في بعض. قطعت بصل وقطعت طماطم وفلفل رومي مكعبات. هنزل دلوقتي بشويه من الزيت كده، وهنزل بالشاورما بتاعتي المتبله بكل التوابل اللي انتوا شفتوها. وبعد ما يتغير لونها انزل بالبصل كده الاول عشان بياخد سنه تسويه قبل الطماطم. وبعد شويه احط الطماطم وتغلي غلوه كده، واحط الفلفل، واوطي عليها النار واسيبها تستوي. دلوقتي هنعمل مكرونه محمره او مكرونه مستعجله. طبعا بقى ضفت شويه بقدونس كده على الشاورما بعد ما استوي. هحمر المكرونه بالشكل ده. ضفت بقى شويه من الطماطم المتقطعه والفلفل، وبسيط جدا من البصل كده، ملح وفلفل، مكعب مرق، وشويه من البقدونس برضو، وطبعا الملح. واستوت معايا وبقت تحفه كده الشاورما، شايفين جمالها، والمكرونه كمان جميله وطريه. وكان عندي طبق كبده، وبألف هنا وشفا، واشوفكم